النهاردة تعالوا اقول لكم على طريقة التومية سهلة وبسيطة جدا. وتعالى اقول لكم الالوانات دي بطعم ايه. اول حاجة هنحضرها ان احنا هنجيب 3 معالق كبار من النشا، عليهم نص لتر من المية من الحنفية عادي، عشان ندوب بس النشا الاول على البارد. دي اول خطوة لازم نحضرها. وبعد ما تقلبيها كويس هتبتدي ترفعيها على البوتاجاز على نار هادية، وطبعا ايدك شغالة فيها لغاية لما تلم معاكي وتبقى زي المهلبية. بصوا شايفين ابتدت انها تلف معايا، وانا مش سايبه ايدي خالص لغايه لما اوصل للقوام بتاعها انها تكون زي المهلبيه زي ما انتم شايفين، واطفي عليها كده ما تسيبهاش تنشف معاكي، وتسيبيها بقى لما تبرد تماما. بعد ما تبرد هتجيبي بقى في الخلاط بتاعك نص كوباية لبن، على نص كوباية زيت، على ربع كوباية من الخل، على معلقتين كبار من المايونيز، ولو ما عندكيش مايونيز ممكن تحطي معلقتين كبار من الزبادي، وممكن تحطي كمان الاتنين. وهتحطي نص معلقة من الملح ومعلقة كبيرة من الثوم، وهتضربي كل ده كويس جدا، دي المواد السائلة لغاية لما يبقوا يعني مندمجين في بعض. بعد ما ضربناهم كده كويس جدا ومبقاش فيه اي كلكعة، هنبتدي بقى ننزل بالنشا بتاعنا عليهم. طبعا احنا لو حسينا ان هي ما بتتضربش كويس ممكن تزودي ربع كوباية تاني من اللبن، بس خلي بالك علشان ما تبقاش سايلة قوي. انا عايزة قوامها يبقى حلو زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. كويس كده، انت عشان كده بقولك حطي نشا حبه في حبه لغايه لما توصلي بدل ما تزودي لبن تحطي شويه نشا، وبعد كده تدوبي ولقيتي القوام كويس ممكن تشيلي بقيه النشا في الفريزر تستخدميه مره تانية. كويس كده، وبعد كده تضربيه كويس لغايه لما بتحسي انها ناعمه جدا. وبعد كده بقى بتجيبي الكاتشب لو انت عايزه بنكهه الكاتشب، او لو عندك هوت صوص بتستخدميه في اول لون بيدي الطعم جميل جدا، وده اللي بنشتريه برضو بيبقى اللون البينك اللي بيجي برضو مع الفراخ والشاورما. والنوع التاني ان انت بتحطي مستردة. يبقى كده عندك 3 اطعمة او 3 نكهات، اللي هي الابيض العادي اللي هي التومية البيضة العادية، وواحدة بالهوت صوص والكاتشب، ولو عايزة هريسة ممكن تحطيها، وكمان المستردة برضو بتدي طعم حلو جدا مع التومية. بس كده شفتوا بقى الطريقة سهلة وبسيطة وتعمليها في البيت. والحاجات دي بنشتريها من بره بتبقى غالية، لكن في البيت تقدري توفري وتعمليها وما خدتش منك لا مجهود، وكل حاجة متوفرة في البيت. يلا كمان قومي اعمليها، واعملي كده طبق شاورما محترم كده مع بطاطس محمرة وعيشي حياتك.